هلو حبايب قلب سم يا رب فيديو جديد. اصدقائي، تسريبات واخبار جميله مليانه واسلحه اسطوريه وسكنات اسطوريه مجانا. تك على اللايك، مش تك على اللايك، تك على الشير من القناه وهيا بينا. اول شيء وقبل اي حاجه اصدقائي، الاخوه اللي في العراق، متجر اللعبه الرسمي صار شغال عندكم، ففيكم تستعملوا متجر اللعبه. حاليا في حاطين لكم صندوق مجاني فيكم تحصلوا عليه داخل متجر اللعبه الرسمي اللي هو كودام ستور. اوكي وهيا بينا اصدقائي. في عنا الجاي بعد كم ساعة من الفيديو هان، اللي هو تصويت على أسلحة الميثيك، اللي هو تصوت على سلاحين لغاية 23 الشهر. يعني معنا تقريبا 5 أيام تصويت، كل يوم في تصويت على سلاحين ميثيك. تمام. أول خبر سريع الآن. نبدأ في الإضافات الجديدة واحدة واحدة. عندنا في إضافة للباتل رويال، اللي هي تحط العلامة على الماب تظهر لكل التيم بشكل واضح جدا باللون الأصفر. بصراحة حبيتها جدا، يعني هاي الحركة خصوصا للاعبين المالتي اللي بجديد بفوتوا على الباتل كحالاتي. المهم، نيجي اللي بعده. القنبلة لو رمت على الأرض راح يصير لونها باللون الأحمر وتصير تضوي، يعني للي ما بيشوف كثير فراح تكون واضحة له، فشيء جميل هذا صراحة. الآن نيجي للسكنات. عندنا سكنات ملحمية قادمة زي ما هي ظاهرة أمامكم. معروف لحتى الآن هل هي مجانية، هل هي في فعاليات، هل هي من خلال الباكيجات، الله أعلم لغاية اللحظة ما بين. نيجي الآن للنقطة المهمة أصدقائي. نسخة البيتا الروابط كلها موجودة بالوصف. النسخة بتسع فقط 100,000 لاعب، موجودة للأندرويد للآي أو إس. حابب تحملها حملها تمام، ولكن حجم اللعبة جدا كبير. راح تبلش كأنك تبدأ اللعبة من أول وجديد. عارفين إن نسخة البيتا إنها 6 سنين بنحكي فيها. حابب تحملها، الروابط موجودة أسفل بالوصف. إذا ما اشتغلت الروابط معك حط في بي ان. أوكي. ونيجي اللي بعده أصدقائي. شكل اللوبي، اللايك صار اتغير. اعلى عدد لايكات هو اللي ببين اسمه اعلى. ما بعرف شو الفكره منها، ولكن زي ما هو ظاهر بالصوره اللي امامكم. والنقطه اللي بعدها، الان ركز في الكلام. في سكنات قادمه للموسم 11 والموسم 12، يعني اذا ما نزلش السيزون هذا ممكن تنزل السيزون اللي بعده. تمام. فالبيتا هاي نازله لسيزونين وليس سيزون واحد فقط يا اصدقائي. ولكن اهم شيء منها اللي هو في سكن للميثيك للسلاح الجديد اللي هو الاس او 14. اعتقد اسمه اس او 14. المهم سلاح من فئة الرامي. والله نسيت اسمه. شبيه في الاس كي اس والتايب 63 من فئتهم. غريبة انه الشركة نزلت نسخة الميثيك لهذا السلاح بالتحديد. يعني ليش ما نزلت مثلا الستن او اسلحة ثانية؟ صراحة ما بعرف شو اللي صاير، ولكن هذا اللي نزل. الآن أصدقائي، المود الجديد اللي هو ما بين المالتي والباتل رويال، الدي ام زد، المود اللي الشركة روجت عنه في حدث الذكرى السنوية، وفي حدث اللي هو الكود نيكست. لما حكوا انه في مود جديد دي ام زد والامور هاي كلها. المود غريب جدا يا اصدقائي. يعني ليش يا حماشه المود غريب؟ المود شامل اضافات من وور زون، اضافات من الباتل رويال، اضافات من المالتي بلاير، في ما بين جداد معهم. حجم الماب داخل على 1 جيجا للمابين، يعني حجم اللعبة كل ما انه بيزيد معنا، وهذا شيء بكل أمانة نحكي فيها بضر أصحاب الأجهزة المتوسطة والأجهزة الضعيفة. فحجم اللعبة في زيادة مستمرة. تمام. فالمود لسه ما ظهر كثير ايش تفاصيله، ولكن ننتظر ونشوف. هاي شغلة. الآن نيجي للتعاون اللي الكل بيحكي عنه. تعاون الستريت فايتر. أنا ما راح أحط الشخصيات كلها، ولكن أحط الشخصيات نزلت أمثلة، لأنه الشخصيات في نسخة البيتا مش ظاهرة لغاية اللحظة. هاي شغلة. أصدقائي، التعاون 5 شخصيات. تمام. 5 شخصيات. طيب إيش هي حماشة؟ إيه، حتظهر أمامكم، ولكن في شخصية واحدة من الشخصيات هاي حتكون مجانية من خلال فعالية خاصة فيها. تمام. كل شخصية معها فينش، يعني صار عندنا الآن 18 او 19 فينش داخل اللعبه، ما بين الفينيشات الميثيك والفينيشات تاعت الجاندام والفينيشات المجانيه. داخلين على 18 او 19 فينش داخل اللعبه. هذا شيء جميل جدا صراحه. ولكن اصدقائي، في شغله. النسخ هاي الشخصيات انا ليش ما حطيتهم؟ لانه يا صديقي بينت فقط شكل انه في لاعب بس ما في لاعب، انتوا فاهمين؟ فعشان هيك ما حطيناهم في الفيديو. ولكن التعاون قادم، ما تحدد متى تاريخ صدوره. اوكي اصدقائي. اوكي. والان نيجي للي بعده.
عندنا أصدقائي تحط البوت مكان ما أنت بدك في التدريب اللي بفوتوا يتدربوا. بيج لايك لكم صراحة، لأنه أنا بفوت أتمرن كل يوم في مود التدريب. صار فيك تحط البوت أنت وين بدك، أحسن ما إنه كان ينتقل عشوائي البوت. تمام تمام، أنا حبيتها جدا هاي الحركة. الآن أصدقائي من الإضافات الجديدة اللي حتصير معنا في التحديث القادم، صار فيك ترجع للوبي. تمام، وأنت بتجون على جيم، فيك ترجع لللوب وهو التايم شغال بعد انه عبال ما تفوت على جيم. بصراحه حلوه هاي اذا بدك تشوف فعاليات ولا شيء عبال ما يبدا الجيم، بدل ما تفوت من جلتش اللي هو تختار التمويه وتروح تدخل. فصراحه اي لايك ات. المهم حط على اللايك لو ما حطيت على اللايك. الان اصدقائي الشخصيات القادمه، الشخصيه هاي اللي بالابيض امامكم هاي مش شخصيه. تمام، هاي زي هيك ظهرت النسخ تاعت ستريت فايتر في نسخه البيتا، فبالتالي وفي ما ظهرت شفاف كمان بالاحرى. فبالتالي السكن هذا اصدقائي مش هو السكن النهائي، هي السكن النهائي ظاهر امامكم، مش الشخصيه هاي زي ما تم الترويج لها. تمام، فعشان تكونوا فاهمين التفاصيل هاي. الان اصدقائي نرجع لحوار اللي هو السلاح الجديد. السلاح هذا قادم من كولد وور، الشركه عندها تركيز كبير على نسخه الكولد وور. صراحه انا حبيتها جدا لان لعبت على البي سي نسخه الكولد وور. بس في شغله، الان نزل عندنا 3 اسلحه على اللعبه: الفارجو والستن وايضا سلاح الرال. هذا من الاسلحه الجديده اللي نزلت. تمام، ولكن ليش تحديدا تم اختيار هذا السلاح انه يصير ميثيك؟ ما بعرف لغايه اللحظه، يعني صراحه ما بين شكله كيف حيكون ميثيك. انا مش فاهم ليش اخترت هذا السلاح. يعني في اسلحه تانية نزلت غيره، الرام نزل مع نسخه ميثيك، الفي ام بي نزل مع نسخه ميثيك، اليو اس اس نزل مع نسخه ميثيك. طب هي كيف حوار انه اختيار السلاح ميثيك؟ ما حدا بيعرف لغايه اللحظه. يعني صراحه شيء مستفز كان انه ليش هذا السلاح عاملينه هذا ميثيك والباقيات لا. فما بعرف انا كيف هم بفكروا، ما بعرف. اوكي، الان يجي اللي بعده. لو ما تكت عليك تكن عليك يا صديقي. صار فيك تحذف البريد، نعرفها نحن بنحذف البريد زي ما بدي، بحذف البريد متى ما بدي. ولكن الان صار فيك تخفي البريد، تعمل له هايد زي الزر اللي ظاهر امامكم. يعني في تفاصيل جديده هيك قاعدين بضيفوها للعبه. اوكي اي حبيتها، ولكن في اشياء اهم. انا شايف في اشياء اهم. الان من المشاكل اللي قاعده بتصير لحتى ما تم حلها، اذا اللاعب بيلعب على 90 فريم ودخل في سموك، اللعبه بتبلش تعلق عنده او بصير لاج، تقطيع جوا اللعبه. انا واحد من الناس بواجهها، بدك تضطر تخفض معدل القطر عشان تعرف اذا دخلت في سموك ما يصير عندك لاج. هاي مشكله لليوم ما تم حلها. يعني في مشاكل كثير، اذا حابين نعملها فيديو مخصوص نعملها ونبعته للشركه، بنبعته للشركه كمان. اكتبوا لنا رايكم في الكومنت اصدقائي. تمام، الان نيجي قبل ما نختم. ال 40,000 سي بي اصدقائي راح يتم توزيعهم من خلال البث المباشر يا اصدقائي. عشان الكل يكون فاهم، راح نوزع السي بي من خلال البث المباشر، لانه تعليقات جدا سيئه كانت. واحد عامل 5 حسابات وحاط فيهم نفس اليو اي دي، لما جيت اختار نفس الشيء واحد حاطط حسابين بنفس اليو اي دي. واحد من اللي اخترناهم كاتب فالكم الفوز. فتعليقات جدا سيئه، والفيديو ما حقق اي شرط من الشروط اللي حطيناها. فراح اصير اوزع السي بي من خلال البث المباشر على التيك توك، وكل خميس راح نصير نفتح بث على القناه. تمام حبايب القلب، وبس هيك نكون وصلت المقطع. اسف على حالة كومنت. معكم ان شاء الله. بيس.